حلو الطابع، حلو زمان، حلوة قديمة تاع زمان، تفكرنا بالماضي. حلوة رائعة، وانا وحدة من الناس ما نستغناش عليها. نهار العيد لازم تكون حاضرة يوم العيد. حلوة رائعة وسهلة اقتصادية ما فيها والو، وناجحة 100%. هنا نبداو على بركة الله. هنا تستعملي كاس، ما تبدليش كامل الوصفة ديالك. استعملي نفس الكاس باش تحصلي على النتيجة رائعة. هنا نحكم البيض، ندير مع الكاس ديالي، يعني كيلة بيض، كاس تاع بيض. نتي دوك صديقون الكاس ديالك، الا كان كبير ولا كان صغير. انا هذا الكاس ديالي 4. هنا نزيد كاس تاع سكر. هنا تخدمي البيض ديالك كما راكي تشوفي حتى تحصلي على هذه النتيجة. لازم تحصلي على هذه النتيجة. ومن بعد تزيدي كاس تاع الزيت، وتبدأي تخدمي مرة ثانية. تخدميه مليح، تدخلي مليح الزيت في البيض هذاك. من بعد نديرو حبة كرز، لي زوف دو سيترون، ونخلطوه مليح. وهنا نبدا نلايم العجينة تاعي بالفارينة حتى تحصل العجينة متماسكة وطرية. العجينة ما لازمش تكون يابسة، لازم تكون طرية تتلاصق في اليد. هنا راح نضيف 2 باكيات تاع حاملة الحلويات على اليد الأولى، ونكمل في الفارينة. هنا راح نزيد الكيس الثاني تاع حاملة الحلويات تاع 11 غرام. هنا نضيف الفارينة ونخدم بيدي باش تحصلي عجينة طرية ومتماسكة ماشي يابسة. لازم تكون تتلاصق في يدك كيما راكي تشوفي هنايا. خليها تريح واحد 5 دقايق، تعالي تولي ليها تلقيها تمسكت شوية. هنا ترشي الفارينة فوق البرون الطابع ديالك، وتجيبي العجينة ديالك كما راكي تشوفي فيها هنايا، راهي تتلاصق ما راهيش يابسة. نعاودها لك باش ما تكون عندك نتيجة ناجحة 100%. ومن بعد تليميها بالفارينة، يعني ما كاش مشكل تليملك كي ترشي الفارينة تليملك، ما تخافيهاش. هنا تجيبي كمية تاع العجينة نتاعك وتبداي تحلي فيها وترشي الفارينة. ما تحليهاش رقيقة، لازم تكون خشينة باش تكون عندك هذيك النتيجة نحوسو عليها. تحلوة الطابع تكون خشينة، يعني يبقى العجينة فتحيها خشينة. هنا تجيبي حبة بيض، انا هذيك حبة كاملة، وراح نحطها فوق هذيك الحلوة ديالي، حلوة الطابع، وترشيها بالشي اللي عندك في الدار. انا كان عندي هذا رشيت بيه، وكنتي ديري واش حبيتي. هذه هي النتيجة تاعنا تاع حلوة الطابع. كيما راكي تشوفيها النتيجة رائعة، والقوام خرج ما شاء الله. تبعي الوصفة خطوة بخطوة تحصلي على هذه النتيجة. أنا نقول لكم سلام، على بروشين.